السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار مهمة جدا وأخبار مش هتسمعها غير في الكورة مع الزنفولي، أخبار حصرية وصفقات من العيار الثقيل في النادي الأهلي. طبعا أخبار مش هتسمعها غير في الكورة مع الزنفولي يا جماعة. فياريت يا جماعة الاشتراك في قناة الكورة مع الزنفولي على اليوتيوب، تدوس على زر الجرس، وقناة محمود الزنفولي على الفيسبوك، وشير على قد ما تقدر واللايك بتاعك الجميل. الأهلي يا جماعة طبعا في الصفقات الجديدة الأهلي مهتم جدا بالحتة الدفاعية. ورا الأهلي عنده مشكلة كبيرة في الحتة الدفاعية. طبعا الأهلي عانى كتير جدا الفترة اللي فاتت، بقى يجيب محمد هاني يلعب مساك، يجيب خالد فتاح يلعب مساك، عنده مشاكل كتير جدا ورا في الحتة الدفاعية. فالأهلي خلاص بدأ يركز تركيز تام طبعا الموسم الجديد اللي يجيب 2 أو 3 لعيبة في الحتة اللي ورا. طبعا عبد المنعم يا جماعه لحد دلوقتي مش عايز يجدد في النادي الاهلي. عبد المنعم ناقص له سنه في النادي الاهلي، فهو مش عايز يجدد وعايز يطلع يحترف بره. طبعا عبد المنعم لما يطلع بره هيبقى مشكله كبيره طبعا في النادي الاهلي. عبد المنعم يعتبر من احسن المدافعين في مصر وفي النادي الاهلي دلوقتي حاليا. عندك رامي وعندك ياسر، اصابات كتير، بيغيبوا كتير طبعا، ففي مشكله دلوقتي في الحته الدفاعيه. عندك محمود متولي وخالد فتاح بنسبه كبيره خارج قائمه النادي الاهلي الموسم الجديد. فالاهلي محتاج على الاقل 2 أو 3 لعيبه في الحته الدفاعيه دي مع ياسر مع رامي ربيع في حاله محمد عبد المنعم مش هيجدد. طبعا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي انا اتكلمت عليه من شهر فات. طبعا كله دلوقتي لسه دلوقتي بيفكر يتكلم فيه. وطبعا اخبار حصريه والكلام ده وانا متكلم فيه من شهر فات، وارجعوا لفيديوهاتي. انا اتكلمت يا جماعه الاهلي مهتم بزين الدين بن عبيد اللاعب الجزائري، اتكلمت عليه من اسبوعين او 3 اسابيع ان الاهلي مهتم بيه وكولر معجب بيه جدا وعايزه. وكان في مشكله بينه وبين لجنه التخطيط. لجنه التخطيط كانوا مش عايزين يجيبوا لعيب اجنبي ورا مدافع، وكولر مصمم يجيب لعيب مدافع، عشان كولر لحد دلوقتي مش شايف برضو اللعيب التقيل اللاعب التقيل في الدوري المصري. فزين الدين من عبيد الاهلي دخل فيه وبقوه وبنسبه كبيره جدا. زين الدين من عبيد في قائمه النادي الاهلي الموسم الجديد. ده اول مدافع الاهلي بيتعاقد معاه حاليا. عندك برضو المدافع الثاني الاهلي خلاص على وشك ينهي اتفاقه معاه، اياد العسقلاني. اياد العسقلاني برضو الاهلي خلاص ان شاء الله بناوي ان شاء الله يجيبوا السنه الجايه مع زين الدين بن عبيد الموسم الجديد. يبقى انت عندك 2 مدافعين اقوياء جدا، شايفهم صفقتين من عيار الثقيل وصفقتين اقوياء جدا في النادي الاهلي. الاهلي بقى هيشوف محمد عبد المنعم يا جماعه هيجدد ولا مش هيجدد. فلو محمد عبد المنعم لو ما جددش الاهلي بيفكر في 2 لعيبه بتوع زد، محمد اسماعيل ومصطفى العش. الاهلي بيفكر يجيب واحد فيهم مع زين الدين بن عبيد واياد العسكري. يبقى كده الاهلي قفل الحته اللي ورا دي خالص واطمن، عشان طبعا الاهلي داخل في بطولات كتير، داخل على بطوله كاس العالم للانديه، بطوله قويه. فلازم الاهلي طبعا يرتب اوراقه للموسم الجديد. فدي بالنسبه للحته اللي ورا الاهلي مركز فيها جدا الفتره الحاليه. عندك طبعا في غربله في غربله في الاجانب في النادي الاهلي. عندك كريستو بنسبه كبيره ممكن يطلع من النادي الاهلي اعاره السنه الجايه. عندك القندوسي في حاله الاهلي تعاقد مع محمد علي بن رمضان. القندوسي ممكن بنسبه كبيره طبعا برضو خارج قائمه النادي الاهلي. وانا سمعت برضو القندوسي ممكن يخش في صفقه تبادليه اعاره لاتحاد العاصمه والاهلي ياخد زين الدين بن عبيد. ده اللي سمعته. فمحمد علي بن رمضان لو جه النادي الاهلي، قندوسي خارج النادي الاهلي. عندك موديتس برضو بنسبه كبيره جدا خارج النادي الاهلي الموسم الجديد. الاهلي برضو بيفكر يجيب لعيب تقيل مهاجم السنه الجايه. ففي غربله في اجانب في النادي الاهلي. برضو ديانج في كلام عليه. علي معلول لحد دلوقتي برضو لسه في مشاكل بين الاهلي، هيجدد ما يجددش برضو في مشاكل فانت هتسمع الايام الجايه مفاجآت في قائمة النادي الأهلي. هتلاقي فيه لعيبة تقيلة ممكن تطلع من النادي الأهلي ولعيبة تانية تخش. فأنت هتبقى في مفاجآت كبيرة جدا في قائمة النادي الأهلي الموسم الجديد. ده يا جماعة كل الصفقات الأهلي داخل فيها حاليا وبيفكر يجيبها.
الزمالك، نخش بقى على نادي الزمالك. الزمالك دلوقتي بقى بيفكر زي الاهلي زمان. الزمالك بقى يجيب لعيبه صغيره دوليه، وعلى فكره التفكير ده تفكير صح جدا. الزمالك بدأ يجي يفكر في لعيبه صغيره زي لعيبه المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، يتعاقد معاه تنفعه فتره كبيره، تبقى لعيبه برضه دوليه ولعيبه مهمه. عندك لعيبه زي محمد شحاته، اهلي زي الزمالك جابه لعيب منتخب الاولمبي مهم جدا في المنتخب الاولمبي، محمد شحاته. الزمالك برضو داخل في صفقات مهمة جدا. عندك داخل في صفقة برضو محمود صابر بتاع بيراميدز، برضو لعيب برضو منتخب اولمبي ولعيب مهم جدا. الزمالك برضو داخل بيتكلم مع اسامة فيصل، الاهلي عايز يجيبه اسامة فيصل، برضه لعيب منتخب اولمبي. الزمالك بيكلمه كتير عايز يلحقه قبل ما يروح النادي الاهلي، بس بنسبه كبيره اسامه فيصل برضه في النادي الاهلي. عندك اللاعب اسمه محمد حمدي، ده اللي في امي، برضه الزمالك داخل فيه وبقوه، لعيب بالباك الشمال، برضه لعيب مهم جدا. في الزمالك دلوقتي بيجيب لعيبه صغيره في السن، لعيبه دوليه تنفع الفتره الجايه. طبعا التفكير ده كان في الاهلي من 3 4 5 سنين، كان الاهلي برضه بيجيب لعيبه منتخب اولمبي، لعيبه دوليه، لعيبه مهمه. طبعا سنه سنتين تبقى طبعا تبقى لعيبه مهمه جدا في الدوري المصري والمنتخب الاول. فالزمالك دلوقتي بيفكر نفس التفكير، وانا شايف الزمالك بيفكر صح جدا. لعيبه صغيره هتنفعه الفتره الجايه. دي كل اخبارنا يا جماعه، الاهلي والزمالك طبعا، وكل جديد طبعا هطلع اقوله. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي، وقناه محمود الزنفولي على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.